السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير كتير كتير. يلا بينا نشوف هنعمل اكل ايه النهارده. هنعمل محشي ورق عنب. محشي ورق عنب في الفريزر شارية فريش، المهم الطريقة واحدة وهيكون زي العسل. المهم انه هيكون كده مستوي وطعمه حلو خالص. ايه ده؟ لحقتي تخلصيه؟ لا ده انا بس جايبه لكم عشان تسترجعوا كده وتسمعوا الفيديو، وتحضري كده صينيتك وحلتك ونص كيلو من اللحمة كده ونيجي نعمله سوا. هتعملي المحشي ده دايب دوب. ست الشاطرة بقى اللي تعمل أكلها كله في وقت واحد. أنا هنا معايا حلة على النار فيها لتر مية. أول المية ما تغلي هنزود ملح وكمون. طيب هو مستوي ومتغلف ومتظبط، انت هتسلقيه تاني؟ ايوه، لازم تحطيه في 5 دقايق في ميه سخنه اول الميه ما تغلي، وتطفي عليه علشان خاطر ترجع طريانة الورقه، يرجع اللون الاخضر الحلو المزهزه بتاعه، حتى لو انت اللي مفرزاه في الفريزر بتاعك. نيجي بقى هنا معايا على الصينيه، ومعايا قطعه من الدهن على السمنه على الزيت، وندي صدمه للحمه بتاعتنا. هنا نص كيلو من اللحمه الستيك، وانت بتحطي اللحمة انتنت منك افرديها. لو ما فردتهاش هتني بقى متنية وتبقى شكلها مش طبيعي. خلاص بقى كده هنديها صدمة كده على نار عالية ونقلب. طب لو الصينية ضيقة هتحطيه فوق بعضه، ما بنضيفش قطعة غير لما بتكون التانية واخدة حقها تالت ومتلت، يعني تكون كده أخدت الصدمة من ناحيتين الاتنين، ونرجع نرفعها لفوق ونحط التانية تاخد الصدمة معايا. هنزود هنا معايا التوابل بس، هنزود معايا فلفل والكمون والكزبرة فقط لا غير. نيجي بقى هنا معايا على ورق العنب. بوريكم البلاستيكة دي بقول لكم ان هي لازم تكون المية مغطياه. طب وانت هتنزلي بالمية اللي في البرطمان في المية السخنة؟ المية كده كده سخنة وبتغلي، يعني لو في اي بكتيريا المية السخنة هتموتها. وكمان المية كويسة ما فيهاش اي مشكلة خالص. ممكن تنزلي بالمية وتنزلي الورق كده بالراحة، وتسيبيه 3 دقايق من غير ما تقلبيه، وبعد كده تقلبيه بالمقصوصة وتسيبيه في المية السخنة وهي طافية لمدة 5 دقايق. نيجي بقى هنا على اللحمة، هنحط شرايح من البصل، من الجزر، من الفلفل الألوان، عروق الخضرة بتاعة المحشي. وهنا بقى هنزود معايا الملح ونقلب كده بالراحة، ونغطي عليه ربع ساعة على نار متوسطة. نيجي بقى هنا على الخلطة بتاعة المحشي. معلقتين من السمنة البلدي، معلقتين من الزيت، وأهم حاجة كده الزيت في المحشي بيديله لمعة أحسن من السمنة، بس السمنة بنحط لها معلقة كده عشان تطعم معانا طعم الأكلة. معايا بصلاية كده بسكينة ونقطعها تقطيعة وسط، ومعلقة من التوم. وهنا بقى هنزود معايا التوابل، كمون وفلفل وكزبرة للمحشي، ونقلب كده معايا بالبصل علشان التوابل تطعم بالبصل لحد لما يوصل معانا للون الأصفر. أول ما يوصل معايا للون الأصفر هننزل معايا بالصلصة. احنا هنا بنعمله يعني ناي في ناي، مش عايزينه أحمر عشان الحموضة والمعدة ما تتعبكيش. فأول ما يصفر معاك للون كده أيوة، انزلي على طول بالصلصة. نسيبها على نار عالية كده ونغسل كيلو رز، ونضيف معايا فلفل أسود وكمون وملح وكزبرة، ونقطع ربطة من الخضرة المحشي على البقدونس على الكزبرة، ونقطعهم كلك تقطيع ناعم. بعد ما خلصت تقطيع الخضرة نجيب بصلاية كده وسط ونقطعها تقطيع ناعم. والتكة دي في المحشي بتفرق 180 درجة معاكي في الطعم، يعني طعم البصلاية النية مع التوابل مع الخضرة لما تدعكيه في الرز كده بيكون طعمه في حتة تانية. هنا بقى لازما ايديكي، احنا عايزين الخضرة تنزل ميتها مع البصل مع التوابل مع الرز يشرب من الخلطة دي، وده بتخلي طعم المحشي في حتة تانية. أنا هنا زودت عود نعناع. النعناع بيخلي المحشي طعمه حلو، عندك نعناع فريش عندك نعناع ناشف مفيش مشكلة. أنا هنا هسوي المحشي بتاعي في البرام، معايا الليمون ومعايا الفلفل والطماطم، وهنقلب كل اللي في الصينية. ده فرش اللي تحت المحشي، يعني قطع اللحمة كده وهنحط فوق منها المحشي. وهنا اللحمة استوت نص سوا. نيجي بقى على الصينية اللي مكان تشويح اللحمة، هننزل معاها بلتر مية وطماطمية فلفل اسود ونص معلقة من الكزبرة، نص معلقة من الكمون، وورقتين من اللوري والملح
تمام. وبعد كده هناخد معلقتين من الصلصة بتاعة الرز ونظبط بيهم تكون أجمل شوربة معانا لتزويد معانا المحشي. طيب هنا المحشي معانا هنحط للصلصة ذرة سكر. معايا هنا بقى الكوسة كام كوساية كده هنورهم، لأن نص كيلو ورق العنب بتاخديله نص كيلو من الرز فقط. جربي بقى انك تحطي فلفل اسود وكمون والكزبرة وملح وتدعكي بيه الكوسة من بطنها كده، اعملي لها مساج كده بتكون طعمها في حتة تانية. يعني اللحم بتاع الكوسية كده بتكون شاربة معانا من التوابل. هنا بقى الصلصة مادام نطرت منك الزيت على الوش فكده استوت. هننزل بقى بالمية اللي احنا عطينا لها التوابل بالصلصة بالبصل ونديلها على نار هادية كده خالص عبال ما نخلص لف المحشي. هنا بقى حبيت اغير لكم من المود بتاع الوقت بتاعنا، والمحشي عايز قعدة، فقلت ان انا اخرج كده في البلكونة ونمسك بقى الصلصة بالرز كده، نعتبر عاملينه ني في ني كده، وندعك الرز لحد كل حباية الرز كده ما تشرب من الطماطم. غسلت ايديا ورجعت تاني، ونمسك الورقة الخشنة تكون جوه نحط عليها الرز ونتني شمال ويمين ونلفها. ايوه لحد لما نخلص الكمية بتاعتنا كلها. احنا بنحط الورقة الناعمة اللي بتكون بره علشان تدينا اللمعة كده وتكون طعمها حلو وكمان شكلها حلو، العين بتاكل قبل البق. هنرص بقى معايا المحشي كده دايما ما يدور زي الوردة كده. انا هنا كنت خلاص بقى مسكت الورق اصلا ظبطناه، حطينا الورق الكبير في ناحية ورق الصغير في ناحية. هنستخدم معايا الورق الوسط كده يكون في النص والصغير يكون على الأطراف بعيد عن النار كده، يعني بتكون النار دايما يدور بتكون عالية قريب. هنا بقى محمد جه اقول لكم حطوا اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. ايوه قولوا انا بحبكم كتير. هنا بقى اداني بوسه علشان خاطر كنت بعمل له المحشي. تسلم ايدك يا ماما. حبيبي يا سوسو. تسلم ايدك يا ماما. حبيبي يا محمد. تسلم ايدك يا ماما. حبيبتي يا جيجي. بجد المحشي كان طعمه حلو وطعمه خيال، حاجة كده هتبهركم قدام ضيوفكم لو حبيتوا تعملوه، أو حاجة كده لأولادكم. الجو برد، نص كيلو كده محشي ورق العنب، محشي كروم، أي نوع محشي عندك تقدري تعمليه، الشتا بيحب المحشي. هنا بقى محمد كان بيقول انتوا بتحبوا المحشي يكون مستوي على البوتاجاز ولا على الكانون؟ المهم وانت بتلفي المحشي كده هاتي تليفون، كلمي اختك كلمي امك، اقعدي قدام التلفزيون علشان ما تحسيش بالوقت كده وتلاقي نفسك خلصت المحشي على السريع. محشي ورق العنب بيغلب شوية، يعني قبل ما تجيبي الورقة اليمين ورقة شمال وتلفي كده بالراحة كده غير ورق الكرنب. محمد كان بيقول أنا بحبكم كتير وحطوا اللايك وهدف لكم بوس كتير. أهم حاجة تكون اللحمة مستوية معاكي نص سوا، وكمان تكوني مولعة الفرن مسبقا. يعني أنا هنا كنت مولعة الفرن قبل ما نقعد، يعني ولعت الفرن ولعت على الشوربة بتاعتي على نار هادية بحيث أخلص لف المحشي ويكون الفرن سخن ويكون كمان الشوربة بتغلي فما ضيعش الوقت بتاعي. هنا بقى كنت خلاص يعني بشيك كده في الأواخر. أهم حاجة تلف بقى الصينية كده دايما ما يدور زي الوردة كده علشان الفواصل اللي في بين الصوابع تنزل معانا الشوربة وتكمل سوى اللحمة، وفي نفس الوقت يكون المحشي معاكي مستوي وزي الفل. يا دوب أخد مني نص كيلو من الرز، يعني نص كيلو بياخد نص كيلو. مع بقى كام كوسة كده هنمسكهم نحشيهم. ومعايا كده فكرة حلوة بطن الكوسة اللي احنا فرغناه ما بنرميهوش، هوريكم هنعمل فيه ايه. معايا بقى هنا الشوربة خلاص كانت بتغلي كده زي ما وريتكم، وهننزل معايا بالطبق. وانا استغليت كمان الورق اللي كان متقطع كده، حاولت ان انا الم كل ورقة في المحشي. بعد كده حطيت الطبق وبنغطي اخر صوبع كده بيكون ظاهر معايا بالشوربة، واسيب الطبق على الوش علشان يبقى عازل بينه وبين الورقة السلوفان. حطيته في الفرن. هنا بقى ده بطن بتاعت الكوسة، معايا طماطماية وجزراية وكوساية وهنقلبهم كده مع بعض. انا في حاجة عملتها من غير ما تشوفوها،
حطيت هنا البصلاية ونحط التوابل بتاعتنا، فلفل اسود، كمون، كزبرة. تمام. بعد كده اتفضل مني قد ربع كيلو من الرز، قلبته كمان من ضمن الخلطة دي، وكانت حباية الرز دي مستوية، يعني لو عندك أطفال يقدروا ياكلوا معاكي الخلطة ديت تحت الرز. شايفين الرز تحت الكوسة كده مع الخضار، وهنا بنزود معايا الكوسة، يعني ما بنكترلهاش لأن هي أصلا فيها اللحم بتاعها فبتسوي بسرعة. هنولع عليها على البوتاجاز. هنا المحشي بتاع الورق العنب، حسيت ان هو الفرن مش مأثر فيه قوي، فطلعته على البوتاجاز يكمل سوا. نزلت بقى كده المحشي، كان استوى بتاع الكوسة اخد وش كمان، وكده كان ما شاء الله اكلنا خلص. قطعة اللحمة دايبة دوب، والخضار معانا مستوي، والمحشي نفسه مستوي يا سيدي، وبألف هنا وشوفها كده البخار طالع، اللهم بارك، حاجة كده تدفيكي ما شاء الله يا سيدي. اقول لكم بقى، يا ريت التليفون بيطلع روائح، كنت شميتوا الريحة اللي طالعة من اللحمة والخضار. كده الفيديو بتاعنا يكون خلص، ما تنسوناش